اللي شاف هاد اللعيبه هادي غادي يقول لك ناموسه، ولكن هي ماشي ناموسه، هي اغرب جاسوس كاين في العالم. وسط منها كاينه بطاريه نوويه هي اللي كتخدمها، وفيها سلاح ليزر عالي الطاقه، وفيها حتى كمبيوتر صغير لاصق في الديل ديالها، وفي راسها كاينه كاميرا جد متطوره لتحديد الاهداف، والقمقوم ديال فمها فيه جهاز لنقل البيانات. وهاد الاجهزه كامله اللي فيها صغيره بزاف، ما يمكنش لك تشوفها بالعين المجرده، وهي صغر من الحجم ديال الناموسه المعلم. فهاد الناموسه الجاسوسه يمكن لها تخدم في اصعب الظروف المناخيه، تقدر تخدم في الثلج، في الشتا، في الصحراء، في اي بلاصه بلا ما يوقع ليها والو. والاخطر في هاد الناموسه الجاسوسه تقدر تصيفطها للمقر ديال العدو، وتقدر تدخل من فتحات صغار ديال التهويه بلا ما يشوفها حتى شي واحد. وملي كتوصل هاد الناموسه الجاسوسه داخل العدو، كتمشي للاجهزه الالكترونيه ديالو بحال لي كمبيوتر، وكتفتح بالليزر واحد الفتحه صغيره، وكتدخل داخل الكمبيوتر وكتزرع فيروس الكتروني باش تعطل الانظمه الالكترونيه ديال العدو كامله. ونزيد نصدمك اكثر، حتى هذه اللي كتشوف فيها راها ماشي حمامه حقيقيه، وانما حتى هي اخطر جاسوسه كاينه في العالم، وحتى هي فيها لداخل بطاريه نوويه وقذائف نفاثه خطيره جدا، وفيها حتى كمبيوتر صغير بزاف، وفيها حتى جهاز تفجير ذاتي على شكل بيضه ديال الحمام. اما الكاميرا اللي كاينه في الصدر ديالها فالدور ديالها تحديد الاهداف والمراقبه، وفاش الحمامه كتحدد الموقع ديال العدو ديالها كتصيفط لوكاليزاسيون ديالو او الاحداثيات ديال الهدف ديالها عن طريق واحد اللاقط هوائي كاين ومزروع في راسها، كتصيفطهم عبر الاقمار الاصطناعيه لتحديد الموقع ديال العدو ديالها بالضبط. وهنا كتقدر تدمر وتستهدف العدو ديالك، يا اما عبر طائرات درون او طائرات عسكريه جويه، بفضل الدور الكبير اللي لعباته لك الحمامه وحدات لك الموقع ديالو. وماشي غير الناموس ولا الحمام اللي هما جواسيس، وانما راه كاين حتى جواسيس اللي كتحرك على الارض بحال الكلاب. فهاد الكلب اللي كتشوف فيه راه ماشي كلب عادي، وانما كلب صاروخي كما كيسميوه، في الداخل ديالو وقود ومواد مؤكسده، وفي اللور ديالو عنده واحد بحال الشاكمه كتولد واحد الطاقه حركيه، وحتى هو فيه قنبله وكمبيوتر وكاميرات، وفيه حتى قذائف خاصين للتشويش على الاعداء. وهنا غادي تقول لي كيفاش كيخدموا بهذا الكلب الاصطناعي، كيفاش كيديروا ليها؟ السيدي ملي زدنا بحثنا وبقششنا لقينا انه مثلا الجنود فاش كيبغيو يستهدفوا شي هدف بعيد عليهم، فهما كيشدوا واحد الكره دايره بحال التنيسه وكيلوحوها في المكان ديال الاستهداف ديالهم والبلاصه اللي متواجدين فيها الاعداء. فالكلب ملوكاليزي مع هذيك الكره، فكيمشي كيجري للبلاصه فين كاينه هذيك الكره، وملي كيوصل تما كيلوح القنبله اللي كاينه لداخل ديالو، وكيرجع كيجري القاعده ديالو. ومن بعد 5 ديال الثواني كتنفجر القنبله اللي لاحها هذا الكلب وسط من الاعداء. فشوفوا العلم والتطور العسكري فين وصل، هادشي راه خطيره الاخوان. فنهار تبان لك شي ناموسه كدور بك وما بغاتش تموت، فغير سلم راسك وصافي. هاد الجهاز اللي كتشوف فيه كيتعتبر اخطر جهاز ممكن تشوفه في حياتك. تليفونك الا كان ديشارجي 0% في 2 ثواني كيولي 100%. ويلي ما يمكنش. كيفاش كيخدم؟ ملي بحثنا وبقششنا لقينا عليه معلومات خطيره. تبع معايا. شركه سويبات هي اللي اخترعت هذا الجهاز هذا، كتدخل فيه التليفون في 2 ثواني كيولي 100%. فهاد المساله هذه كتعتبر مساله مستحيله، وما يمكنش انك تدخل التليفون في 2 ثواني يتشارجا 100%. فكيفاش كيديروا ليها؟ ملي بحثنا وبقششنا لقينا معلومات خطيره جدا على هذا الجهاز اللي خرج في هذه السنه 2025. لقينا ان الجهاز كيتكون من 2 ديال الحوايج: جهاز كبير بحال هاد اللعيبه اللي كتخشي فيها الخبز وكتخرج، وطرف اخر اللي هو الكاشي ديال التليفون. فهما كيبيعوا لك هذا الجهاز ومعاه 3 الكاشيات ولا 2 كاشيات ديال التليفون اللي فيهم الباتري. فانت ملي كتخشي التليفون كيتبدل الكاشي اوتوماتيك بطريقه سريعه في 2 ثواني، وكيدير ليه الكاشي اللي فيه الباتري اللي فيه 100%، والكاشي اللي خشيتيه كيتحيد بشكل اوتوماتيكي وكيبقى كيتشارجا تما. فانت ملي كتخشي التليفون اوتوماتيكمون كيتبدلوا الكاشيات، كيتحيد اللي خاوي وكيلصق اللي عامر بهذه الطريقه اللي كتشوفوا فيها. وبالتالي هذا الجهاز هذا كيتعتبر جهاز خطير جدا، والثمن ديالو مناسب بالنسبه للناس اللي باغيين يستعملوه. فكيوصل الثمن ديال الجهاز ل $450، والكاشي واحد 100 حتى ل $125. فغادي يتقام عليك هذا الجهاز هذا بواحد 5500 درهم. يعني بغيتي تشارجي تليفونك
في 2 ثواني خاصك 5500 درهم. صحابنا شوفوا هذا الفيديو هذا لانه فيديو خطير وصادم جدا. كمل الفيديو حتى للاخر حيت في الاخر غنعطيك بعض التفاصيل اللي هي خطيره على هذا الشيء اللي غتشوف دابا. فمني شفت هذا الفيديو بحالكم مشيت قلبت وبحثت على بعض المعلومات اللي تعطيني تفسير على هذا الكائن العملاق جدا واللي كيخلع ديال بصح وشنو علاقته بالزي ديال البابا وشنو علاقته بالفاتيكان. فمني بحثنا لقينا بعض الباحثين كيقول لك ان هذا العملاق هذا سميتو عملاق تارباكا المعروف ايضا بعملاق اتاكاما. هو جيوغليف رسم ارضي ضخم بزاف كاين في صحراء اتاكاما بشمال شيلي، وكيتعتبر هذا الجيوغليف اكبر رسم ارضي كيشبه الانسان اللي كاين على الارض كامله، بحيث ان الطول ديالو كيوصل ل 120 متر. وحسب الباحثين كيعتقدوا انه تم انشاؤه وبناء هذا الشكل الضخم ما بين عامي 900 و 1450 ميلاديه. وحسب الباحثين دائما كيقول لك ان هذا الشكل هذا راه صيباته الحضارات اللي كانت عايشه في الشيلي قديما، وان الشكل ديالو كيوحي على كائن او شخصيه دينيه. فالسؤال المطروح هنا اشنو علاقه هذا الكائن هذا بالثوب والزيت ديال البابا وشنو علاقته بالفاتيكان؟ وحنا كما كنعرفوا ان كاين معلومات سريه وغايه في السريه وغموض كبير على الارشيف ديال الفاتيكان اللي كاين حاليا في روما واللي حتى شي واحد ما قادر يوصل ليه واللي يعرفه واش هو كائن فضائي او كائن شيطاني او ماذا. فهذا هو السؤال اللي ما لقيناش ليه جواب وبزاف تاع الناس ما لاقينش ليه جواب، واللي عنده اي جواب يتقاسموا معنا في لي كومونتير باش تعمل الفائده. علاش جميع المصاعد في العالم فيهم مرايات؟ واش هاد المساله عاديه جدا ولا فيها ان؟ من بحثنا وبقششنا لقينا واحد الحقيقه غريبه من نوعها واللي بسببها ولاو كيديروا المرايات في المصاعد. السبب الرئيسي هو ان الباحثين في هذا المجال ديال المصاعد لاحظوا واحد الملاحظه مهمه. لاحظوا ان جميع الناس اللي كيستعملوا المصعد كيجيهم الملل وكيحسوا بالوقت ثقيل داخل المصعد وكيقول لك كنت طلعت غير على رجليا. وهنا المبتكرين ديال المصاعد كان عندهم 2 حلول لا ثالث لهما. الحل الاول يا اما يسرعوا من المصعد او الحل الثاني يديروا شي حاجه اللي يخليو الناس ما يحسوش بالوقت داخل المصعد. الحل الاول غادي يطلع لهم غالي وغتزاد التكلفه ديال المصعد باش يطلع بسرعه. بقاو كيفكروا مزيان حتى جا واحد خونا وعطاهم الحل الثاني اللي هو حل خطير جدا وقال لهم اجي نديروا المرايات داخل المصعد ونجربوا. ومن جربوها كانت النتائج جد مذهله. لقاو ان الناس ما كيحسوش بالوقت نهائيا داخل المصعد، يا اما كيبقاو يقادوا في شعرهم يا اما كيبقاو يشوفوا في راسهم في المرايه حتى كيلقاو راسهم وصلوا دغيا. وهذا البلان راه كيوقع لاي واحد فينا، كاينه ولا ما كايناش. وهنا الدرس اللي ممكن نستافدوا منه ان ماشي فلوس كتحل جميع المشاكل، وانما ممكن نحلوا المشكل غير بالعقل. واش بصح المهدي المنتظر بان في مدينه بنقرير وغادي يخرج من اقليم بنقرير؟ غادي تقول لي منين جبتي هاد الاخبار؟ غادي نقول لك ان ساكنه مدينه بنقرير استيقظوا اليوم على هاد المنشورات اللي كتشوف فيها. هاد المنشورات اللي انتشرت على نطاق واسع في مدينه بنقرير واللي لقاوها الناس حتى الطوموبيلات ديالهم وفي الشوارع ديالهم مكتوبه فيها ان المهدي المنتظر قريبا غادي يخرج من مدينه بنقرير، ووسط المنشورات معها الشوكولات. وهذه المساله هذه خلات انه يوقع استنفار امني كبير والسلطات الامنيه كتفتح تحقيق باش تعرف الهويه ديال الناس اللي نشروا هذه المنشورات هذه. واش هي منشورات غير باش بغاو يضحكوا بها ولا منشورات فعلا نشروها باش يخلقوا الهلع والبلبله في المنطقه؟ ولا هاد الناس اللي نشروا هاد المنشورات هذه عندهم علاقه بالشيعه او بايران في المغرب؟ فهنا كنتسناو التحقيق ديال السلطات المغربيه اشنو غادي تخرج
في هذه المساله وتقول لنا شكون الناس اللي من وراء هذه المنشورات هذه. وانتوما اشنو بان لكم؟ خلونا الاراء ديالكم في التعليقات، وخصوصا الناس ديال بنقريه. وبزاف تاع الفيديوهات ديالنا راهم ما وصلوكش حيت ما ديرش ابوني. دير ابوني باش يوصلك الجديد ديالنا.